السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي، تحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو انت عاوز تبدأ مشروع اعلان ومفيش معاك الميزانية الكافية ان انت تعمل مشروع وتزود الارباح او تزود الدخل بتاعك، احنا في الفيديو ده هنشرح لك ازاي تبدأ مشروع تربية الارانب من غير ما تكلف نفسك خالص ولا تحتاج ميزانية كبيرة. كل اللي هتحتاجه بس الفلوس اللي انت هتشتري بيها الارانب بس. وكمان هنشرح مع بعض ازاي تربي الارانب تربية ارضية. طبعا احنا لسه في الاول، لسه هنبدأ مشروعنا، فاحنا هنربي تربية ارضية لان التربية البطاريات وكده غالية شوية، فاحنا مفيش معانا الميزانية الكافية ان احنا نجيب بطاريات وكده. فاحنا هنبدأ اول مشروع، اول خطوة هنعملها هنعمل مشروع التربية الارضية. اول حاجة لازم نشوف بقى المكان المناسب للارانب. لازم يكون مكان مناسب جدا، مكان بيدخله شمس، مكان ننضفه على طول، ومكان كمان الرطوبة فيه مش عالية لان الرطوبة بتجيب الحشرات، والحشرات مضرة للارانب. الارانب حساسة جدا وبيجيلها المرض من اي حاجة او من اي ميكروب. الارانب حساسة جدا يا جماعة. كل اللي هنحتاجه مكان بيدخله شمس، مكان نسبة الرطوبة فيه مهيش عالية، مكان الأرضية بتاعته رمل من اللي هو الرمل الأصفر ده علشان يشرب أي مية بتقع، أو البيبي بتاع الأرنب، علشان طبعا المية الواقعة كده او الارانب لو دست في مية او حاجة بيجيلها الجرب. فاحنا مش عايزين الارانب يجيلها الجرب، عاوزين نحافظ على الارانب علشان مشروع الارانب بتاعنا يبقى حلو ونزود ارباحنا منه. فاحنا هنجيب رمل، او لو مش بتاع عندك الرمل فاحنا هنجيب الارضية من الخرسان الاسمنتي. الارضية لازم تكون من الخرسان الاسمنتي او من الرمل، توفر حاجة من الاتنين عادي خالص. مكان يكون جيد التهوية والشمس بتدخله، لان الشمس مفيدة جدا للارانب، بتدي للارانب فيتامين وكالسيوم وبتديها كده حيوية ونشاط. الارانب اصلا بتحب الشمس، بس مش بتحب الشمس على طول، يعني درجة الحرارة ما تبقاش عالية قوي، درجة يعني ما يبقاش الجو حر عند الارانب، لان الارانب ما بتستحملش درجة الحر العالية. يعني نعرضها للشمس كده ساعة في اليوم، ساعة ونص وخلاص على كده. طبعا انا بفضل التربية الارضية بكتير عن التربية البطاريات، لان الارانب بتحب اللعب فبتقعد تلعب كده في التربية الارضية، لكن في التربية البطاريات بتبقى محبوسة كده في قفص فمش بتلعب خالص. فانا بفضل التربية الارضية للارانب. لما وفرنا المكان المناسب للأرنب هيجي دور المكان اللي احنا هنشتري بيه الأرنب. بعد ما وفرنا الميزانية اللي احنا هنشتري بيها الأرانب هيجي دور طبعا ان احنا نجيب الأرانب. طبعا لازم نكون جايبين الأرانب من حد موثوق فيه، من مزرعة، من محل، من اي حاجة، بس لازم نكون جايبين الأرنب من مكان موثوق فيه، لان في ناس كتير غشاشين مفيش عندهم ضمير بيدوكوا الأرنب بفيروس، عنده جرب، عنده في ميكروب، مع الأرنب مش كويس وتعبان، فالأرنب بيتعب معاك ومشروعك بيفشل. لازم نكون جايبين الأرنب من حد موثوق فيه، حد كده يا جماعة محل ثقة يشتري بيه الأرنب علشان يديك أرنب كويس. وكمان ممكن بعد ما تشتري الأرنب تروح للدكتور بيطري أو لحد خبير في تربية الأرانب وتخليه يفحص لك الأرانب كويس جدا، تتأكد ان مفيش اي مرض او اي فيروس عند الارانب علشان مشروعك يبقى حلو وكمان تزود ارباحك. احنا عايزين نزود ارباحنا، مش عايزين نخسر ولا متحملين اي خسارة. لما وفرنا المكان واشترينا الارانب من مكان مناسب هيجي دور اكل الارانب. اكل الارانب ممكن تجيب له علف، ممكن تحط له عيش مجفف على العلف، كمان بيساعد معاك في العلف، يعني بتوفر فلوس العلف. بس ممكن تحطي له عيش مجفف بس انا بفضل ان احنا نحط له عيش مجفف نكسره كده على العلف علشان الارنب معانا. العيش المجفف مفيد جدا للأرانب، فيه فيتامين بي وكمان بيمنع الإسهال، لو الأرنب عنده إسهال بيشيله، وبيمنع الانتفاخ بتاع الأرانب وكل ده. وكمان العلف فيه أملاح معدنية وفيه فيتامينات متعددة تانية كتير، فالاتنين بيساعدوا مع بعض فبيدوا للأرنب كده فيتامينات وكالسيوم لو عنده أي حاجة بيحوشها أو أي مرض ما بيخليش الأرنب يجيله أي مرض. او ممكن نحط له برسيم وخضروات،
بس نتأكد ان البرسيم والخضروات دول جافين مفيش فيهم اي مية، لان المية بتعمل اضرابات وتسمم للأرنب. فنتأكد من الحاجة اللي احنا بنحطها للأرنب ان ما يكونش فيها مية ولا مبلولة ولا كل الكلام ده. لازم تكون يا جماعة مجففة تماما مفيش فيها ولا نقطة مية. بعد ما وفرنا المكان واشترينا الأرانب من حد واثقين فيه، وكمان وفرنا الأكل بتاع الأرانب واتأكدنا 100% ان مفيش فيه مية، فنروح بقى لفترة تكاثر الأرانب. لازم يا جماعة نكون برضو جايبين الأرانب كبيرة عمرها 5 شهور أو 4 شهور، وعمر الذكر 6 شهور. يعني مثلا نجيب 3 نوتس، 3 من الإناث الأرانب و1 ذكر. ممكن طبعا انت تزود، لو زودت طبعا هتبقى ارباحك هتزيد وكمان فلوسك هتزيد. طبعا الثلاث نتايات والذكر مش غاليين خالص، ممكن يكونوا ب500 و600، مش متابعة الاسعار يعني وكده، فبس هما يعني مش غاليين، ما يطلعوش غاليين قوي، يطلعوا في الحدود دي 500 يا 600 بكتير قوي. طبعا هنعشر الأرنبة، والأرنبة هتقعد معانا بالكتير قوي 28 يوم أو 30 يوم بالكتير قوي، وهتولد معانا صغار، وعلى حسب نوع الأرنبة اللي انت جايبها ايه. طبعا لو انت هتبدأ مشروع لأول مرة عاوز تزود أرباحك، فتجيب أرنب سلالات، ما تجيبش أرنب بلدي. على حسب بقى نوع الأرنبة هتولد معاك عدد أطفال، ممكن تكون تجيب عدد أطفال قليل، ممكن تجيب بسم الله ما شاء الله عدد أطفال كبير، على حسب نوع الأرنب. طبعا انتوا بتسألوني على السلالة اللي عندي كتيرة قوي. السلالة اللي عندي يا جماعة جبلي، كنت جايباها من مزرعة واثقة فيها، لازم نكون جايبينه من مكان واثقين فيه علشان الأرنب يبقى معانا فوق الممتاز. زي ما شفتم في الفيديو النهاردة شرحنا ازاي تبدأ مشروع بأقل تكلفة وميزانية قليلة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تصلوا على النبي، تحطوا لايك للفيديو ده، تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس. ومع السلامة واشوفكم في فيديو جديد، انتظروني.